مش كل اللي لابس هدوم مقطعة غلبان، ومش كل اللي لابس بدلة غالية غني. في ناس بتنزل تحت علشان تشوف مين اللي يستحق تطلع لها فوق. وده اللي عمله بطل قصتنا النهاردة، فارس الملياردير اللي قرر يعيش متشرد 3 شهور علشان يدور على حب نضيف، حب ملهوش تمن. في ناس بتفتش عن الحب في الأماكن الغلط، لكن فارس رغم فلوسه اللي تعدي ملايين قرر يفتش عن الحب بين البسطاء. يمكن يلاقي حد يحب الإنسان مش المليونير. لكن الرحلة دي أخدته لطرق ناس وأسرار ما كانش يتوقعها، وده اللي حصل مع فارس. محدش يعرف ان الملياردير الشهير فارس ساب كل فلوسه وقصوره وشركاته وقرر يعيش متشرد في الشارع. لسه هتسأله ليه؟ لانه زهق. ايوه، زهق من الناس اللي بتقرب له علشان جيوبه، علشان محفظته، مش علشان قلبه. لكن اللي فارس ما كانش يعرفه ان رحلته دي هتوديه لبنت بسيطة جدا، هتغير حياته كلها وتخليه يعيش اكبر مغامرة في عمره. اسمعوا معايا الحدوتة من أول لحظة لآخر لحظة، بس ما تنسوش تسموا الله وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تكتبوا لي كومنت حلو منكم. ما تنسوش اللايك علشان القناة تكبر بيكم. فارس الشاذلي 38 سنة، صاحب سلسلة فنادق فاخرة ومالك لأكبر شركة تطوير عقاري في مصر. من برا حياته شكلها كاملة: بدلات إيطالية، اجتماعات مهمة، هليكوبتر تنقله، حفلات ومناسبات، سيدات مجتمع حواليه، تصوير وصحافة. لكن من جوه كان عنده فراغ قاتل. أمه ماتت بدري، وأبوه رجل أعمال قاسي، ما عندوش وقت ولا حنان. اتربى وسط خدم ومربيات ومكاتب فخمة، لكن مفيش بيت. كان نفسه ببيت بسيط، أم تطبطب عليه وأب يحتضنه، أكل على ترابيزة مع ناس بتحبه. لكن ده ما حصلش. خطيبته الأولى ريم كان يحبها، لكن عارف إنها بتخونه مع حبيبها القديم، وكانت مخططة تاخد منه شقة ب5 مليون وتسيبه. التانية حور كانت كل اهتماماتها الفلوس، طلبت شبكة خيالية وفستان من باريس ورحلة شهر عسل ب1 مليون جنيه. التالتة نادين كانت نمرة صعبة جدا، ظهرت محترمة وملتزمة ومهذبة، ولما حبها اكتشف انها بتسحب فلوس من حسابه بكروت باسم مدير اعماله اللي كان بيخونه معاها. ساعتها الكلمة اللي قالها: انا مش هتجوز الا لما الاقي حد يحب الانسان مش الملايين بتاعتي. ضحكوا عليه وقالوا مستحيل تلاقي ده، بس قلبه كان مصمم، وكان من جواه حابب ان هو يلاقي البنت اللي تحبه هو عشان نفسه مش عشان فلوسه، علشان يعيش معاها بقية عمره ويتسند عليها وتتسند عليه. في ليلة وهو واقف على شرفة قصره، بص على الناس البسيطة تحت وسأل نفسه: ازاي اعرف واحدة بتحبني بجد من غير ما تعرف اني غني؟ اتولد القرار جواه. هيعيش 3 شهور فقير متشرد ومن غير فلوس، لبس هدوم قديمة وشنطة بايظة، وساب سيارته وساعته وموبايله. نزل لمنطقة شعبية اسمها الروضة. أول ليلة كانت صعبة، برد، صعوبة في النوم، خوف، صوت عربيات، كلاب في الشوارع. قابل هناك واحد اسمه عمو كمال، رجل كبير كان شغال في مصنع وصفى وملقاش حد ينصفه. شادي ولد 14 سنة، هربان من دار أيتام لأنهم كانوا بيضربوه. وصابر سواق تاكسي، عربيته اتحجزت في البنك فبقى يبات في الشارع. الناس دي علمت فارس أول درس: إن الغنى مش بالفلوس، الغنى ستر وحب. وفعلا والله الغنى مش بالفلوس، الغنى ستر وحب. الفلوس مجرد ما هي إلا وسيلة بنعيش بيها في الأيام اللي احنا عايشينها دلوقتي. بعد أسبوع وهو قاعد عند عربيات شاي جنب المترو، شرب الشاي وقهوة وكده يعني. كان المطر شديد. ظهر ملاك مش بنت، اسمها سلمى، وجهها هادي، بسيطة ومحترمة. سلمى دي شغالة في صيدلية في النهار، وفي الليل بتدرس لعيال المنطقة انجليزي علشان تساعد اهلها. لما شافته وقفت تبص عليه شوية، حست انه موجوع
ومش شبه المتشردين. جابت له من الصيدلية قطن ومطهر وقالت: جرحك متقيح، سيب ايدك علشان اقدر ايه ان هي تنضفهوله. يعني كانت اول مرة حد يلمس ايده بحنان من سنين. اول مرة يحس بحب وحنان، اول مرة حد يلمس ايديه بحب وحنان ويحس بيه من جواه من سنين طويلة. فارس اتلخبط، هو ده الاحساس اللي بيدور عليه طول عمره. البيت بتاعهم شقة بسيطة في الدور الرابع من غير اسانسير. ابوها الحاج رضا راجل محترم وطيب جدا جدا، اشتغل 35 سنة في شركة أدوية، عنده سكر وضغط، حنين جدا على أولاده. أمها الحاجة فوزية ست بسيطة جدا، قلبها أبيض، كرمها فطري، عايشة على الفطرة، دايما تقول الضيف ضيف ربنا. أخوها كريم 21 سنة في كلية الهندسة، بيشتغل دليفري بالليل. أسرة بسيطة جدا لكن محترمة وقلوبها كبيرة، وكلها بتشتغل عشان تساعد بعضها. في يوم الدنيا مطرت مطر شديد جدا، فارس كان قاعد بيتلج وهدومه مبلولة مية. سلمى شافته من الشباك، جريت عليه من غير ما تفكر: قوم هتموت من البرد، تعالى معايا. اخدته بيتهم. امها قالت لابوها لما شافته: ده غلبان، هاتله لبس ناشف يا كريم بسرعة. اكلوه طاجن بطاطس سخن وعيش وشوربة. ابوها سأله بالراحة: اسمك؟ قال له فارس. فارس قال له: انا اسمي سامي، اسمه المستعار. مرضاش يقول له فارس. شغال ايه؟ سكت، معرفش يقول له ايه. ابوها قال له: احنا مش بنسأل الضيف، كل واحد له ظروف. في اللحظة دي فارس اتكسف من نفسه، لأول مرة يحس انه عايز يبقى بني ادم بجد مش ملياردير. في منطقة الروضة كان في شاب اسمه وليد كابو، مسجل خطر بيعاكس البنات. في الليلة سلمى كانت راجعة من درسها، وليد واقف قدامها، كلامه قليل الأدب. فارس جري عليه وضربه ضربة وقعت الولد على الأرض. الناس اتجمعت حواليه وفارس وقف يحمي سلمى. وليد قام وهو بيشاور على فارس: هتندم، هعرف انت فين وهكسرك. سلمى مرعوبة وفارس مصمم يحميها. دي كانت أول مغامرة، لكن لسه الخير جاي. سلمى بدأت تلاحظ حاجات غريبة: فارس مؤدب، صبور، بيخاف ربنا، محترم جدا معاها، وبيعرف يتكلم صح. مرة قالت ليه: واضح انك كنت عايش احسن من كده. فارس قلبه وجعه جدا بس ابتسم. سلمى بدأت تحس انه مش بس بتساعده، لا، بدأت ترتاح ليه. امها كمان بقت تسأل عليه: يا بنت السامي ده قلبه طيب والله، يحنن يا رب، يحنن قلبه عليه اهله. يا رب يا بنتي يرزقه، يا رب يا بنتي يرزقه بنت الحلال، ويرزقه بنتي كمان بزوج صالح. بدأت هنا مامتها تحبه وتلمح لها. كريم اخو سلمى راح لفارس وقال له: بص يا عم سامي، اختي انضف بنت في الدنيا، لو انت بتضحك عليها قولي، علشان لو فعلا انت بتضيع وقتك معاها وبتضحك عليها احنا مش هنسامحك. ان اختي بنت رقيقة ومؤدبة وبتصعب عليها نفسها. كلام كريم دخل قلبه، لأول مرة يحس ان عايز يكون راجل بجد مش صاحب فلوس. في ليلة فارس كان راجع من الجامع، وليد كابو وصحابه هجموا عليه، ضربوه جامد جدا، دمه نزل على هدومه ووقع على الأرض. سلمى قعدت تصرخ لما شافته كده. أبوها اتصل بالشرطة والناس اتجمعت. فارس نقل بيتهم وسهروا يعالجوه. سهرت سلمى وكريم وباباها ومامتها يعالجوا فيه. سلمى حطت على رأسه كمادات وأمها قالت: ربنا يكتب ليك الشفا يا ابني. فارس بكى، مش من الألم، من الحنان اللي عمر ما شافه من أمها وأبوها وأخوها ومن سلمى. والبيت ده كان فيه دفى رهيب، حس بيه لأول مرة إن هو بني آدم وإنسان، حس إن هو بيتحب بجد، مش علشان فلوسه، لأ، عشان نفسه. في يوم شركته بعتت مندوب يدور عليه. المندوب نزل المنطقة بعربية آخر موديل، لأن الشركة كان فيها حاجات صعبة جدا وكان فيها عقود لازم تتمضي منه هو شخصيا. شادي شافه وقال لسلمى شادي لما شافه وقال لسلمى: سامي غني غني قوي، ده تعالي شوفي راكب عربية ازاي. سلمى شافته. لما فارس رجع عند بيتهم كان لابس بدلة فاخرة جدا وراكب عربيته. سلمى فتحت الباب وشافت الحقيقة، دموعها نزلت وهي بتقول: ضحكت عليا ليه؟ فارس حاول يشرح لكنها قفلت الباب.
فارس رجع قصره لكنه حس انه في مقبرة مش في قصر. الاكل ملوش طعم والسرير بارد والحياة فاضية. مدير اعماله قال له كنت فاكر التجربة هتعلمك لكن علمتك الالام. فارس قال له انا خسرت اكتر حد يستاهل. سلمى اختفت 4 ايام، بطلت تروح الشغل. امها قالت لفارس بنتي موجوعة بس مش بتكرهك. فارس دور عليها في كل مكان لحد ما لقاها في مكان المواجهة الأولى ما بينهم بالصدفة، قاعدة على الرصيف. فارس واقف قدامها وقال لو شايفاني كذاب همشي. قالت وهي بتعيط أنا مش شايفاك كذاب، أنا شايفاك واحد موجوع بس وجعتني معاك. فارس قال أنا هصلح كل حاجة. راح لبيتهم، وقف قدام أبوها وقال له ما كنتش عايز أجرح حد، أنا كنت عايز بس أدور على حد يحبني بجد، وبنتك علمتني يعني إيه حب. أبوها قال له لو هتصونها هي ليك. عملوا فرح بسيط بحضور أهل المنطقة كلهم. فارس اشترى شقة لعم كامل وشغل صابر في الشركة، ورجع شادي لدار رعاية محترمة وتكفل بكل مصاريفه وتعليمه. سلمى قالت له انت مش رجعت غني، انت رجعت انسان. وانتهت الحكاية بس حبهم بيكمل. وفي النهاية فارس اكتشف ان الحب مش محتاج فلوس ولا عربيات ولا بوابات او خرس. الحب محتاج قلب طيب وواحدة تحبه علشانه هو مش علشان جيبه. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تعملوا لايك حلو منكم وتكتبوا لي في الكومنتات القصة الجاية عايزينها تكون عن ايه. وكمان تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي بتابعوني من اي بلد. بالله عليكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واعملوا لايك حلو منكم عشان القناة تكبر بيكم ونكبر مع بعض. سلام، يا رب اكون كنت ضيفة خفيفة ودمتم في امان الله ورعايته. سلام.